طيب عندي موضوعين مهمين علشان الوقت لابد واني اتكلم فيهم. الموضوع الاولاني يخص شيكابالا. امبارح احنا ما طلعناش على الهوا يوم الجمعه، حصلت يمكن المباراه، وزي ما الناس كلها ما حدش سمع فيه البث التلفزيوني، وبالتالي كان الكلام كله على تاني يوم. كان من المنتظر ان انا اتكلم على الموضوع ده بالامس، ولكن ما ظهرناش طبعا لاسباب مباراه الطائره، مباراه الكره الطائره، وبالتالي أجل الحديث في هذا الموضوع. ومثل هكذا أمور بتبقى محتاجة دايما تسجيل، علشان بس إيه، أحيانا الناس تسيء الظن بيك، مع إن والله من ساعة ما اشتغلنا الشغلانة لحد وقتنا هذا وإحنا عندنا معيار واحد وعندنا مسطرة واحدة، والموضوع بسيط. بس أنا مسامح كل من أساء الظن بيا لمسألة إن أنا لسه ما اتكلمتش في قصة شيكابالا. إحنا في شهر مفترج وربنا أعلم بالنوايا. مسطرتي واضحة ومعياري واضح وصريح. اللي ما قبلوش على نفسي ما قبلوش على غيري، واللي ما قبلوش على غيري ما قبلوش على نفسي. ولا عمر اي بني ادم في الدنيا اتربى بجنيه هيرضى بسب الامهات والاباء والابناء في المدرجات. مفيش، الموضوع ده مش قابل حتى للنقاش. وانا بتخيل انه يا جماعه في حاجات ما بتبقاش محتاجه، اصل هي واضحه وصريحه. انت محتاج ايه اكتر من كده؟ ما حدث من بعض من جمهور الاهلي في مباراه الاهلي وفاركو شيء لا يمكن قبوله باي حال من الاحوال يعني. والعقوبات اللي حصلت امبارح من اللجنه، من الرابطه ولجنه المسابقات، هي عقوبات يستحقها يعني من اخطا يستحقها. 3000 مشجع ما يكونوش موجودين في المباراتين المقبلتين، بالاضافه كمان للغرامه. طيب احنا يا جماعه قطعنا شوط كبير جدا علشان خاطر الجمهور يرجع. هل معقوله احنا بنعمل كده؟ هل معقوله؟ على حسب ما انا بشوف الناس طبعا المشهد فيه كتير جدا 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 من الناس المحترمه المتربيه من جمهور النادي الاهلي عمرها ما ترضى بيه. بس من امتى احنا بقى عندنا كده يا جماعه؟ بقى معقوله كده؟ معقوله بنستبيح امهاتنا واعراضنا بالشكل ده؟ دي امهاتنا ودول اعراضنا يعني. والدة شيكابالا الله يرحمها، والدة فلان الفلاني الله يرحمها، والدة فلان الفلاني اللي عايشه يعني. يا جماعه هل ده معقول؟ لعيب مش موجود اصلا في المباراه، مش موجود اصلا في المباراه، مش خصمك، مش موجود في المباراه، نشتمه؟ ومش هو يعني نشتمه بوالدته؟ مين قال في الدنيا انه ده هيبقى شيء طبيعي او انه حد هيقبله؟ في امور بتبقى واضحه مش محتاجه تعليق. انا تخيلت انه الناس فاهمه انه دي يعني هو ده محتاج ان انت تعقب او تعلق عليه. مثل هكذا كوارث اخلاقيه ببقى واقف عند فكره التربيه، ما ببقاش واقف عند فكره حاجه تانية. الاجيال اللي طالعه لازم تفهم وتعي وتستوعب ان الكوره وجمالها وحلاوتها وتشجيعها في المدرجات بالادب وبالاحترام. وانه طول عمرنا لما بنشوف جمهور بيزوم، يا اخي على الاقل بيزوم على لعيب هو اصلا موجود في الماتش ده كده، ده كمان. وبيزوم بايه مثلا؟ يعني اللي هو الزوم بتاع لما يمسك الكوره مثلا. لكن احنا وصلنا لدرجه ان احنا كمان في ناس بتتشتم باعراضها وهي مش موجوده اصلا. هل ده كلام منطقي؟ هل ده اي حد يرضى بيه؟ فالحقيقه انا مش عايز يا جماعه. انا اكتر واحد اشتم بالجمهور وبجمهور الاهلي تحديدا. اتكلمت في القصه دي قبل كده. هل احنا هنقعد نرجع لورا؟ يعني كل ما نطلع خطوات لقدام نرجعها تاني لورا بدون اسباب؟ من ضمن الحاجات اللي تابعتها خلال الامس انه هناك عدد ليس بالقليل على الاطلاق من جمهور الاهلي بدا يشير الى انه في اكتر من عنصر قد يكونوا مندسين، بما فيهم كمان اعلاميين داخل قناه النادي الاهلي بداوا يتكلموا انه في عناصر مندسه قد تكون موجوده. طب يا جماعه، اما وانه اصبح ده معروف بالنسبه لكم، الفظوهم بره المدرجات، ما تسمعهمش، ما يستغلكمش عشان تفضلوا بالشكل السليم. وزي ما بقولها وهفضل اقولها، حق والدة شيكابالا على راسنا كلنا، حق والدة اي لاعب في الدنيا على راسنا كلنا. قلتها يوم ياسر ابراهيم لما حد في الشارع اعتدى عليه باللفظ وبالقول وهو معاه اسرته، وهقولها تاني وتالت، ما حدش يرضى بده يا جماعه، ما حدش يرضى بده. والعقوبات هتتغلظ اكتر من كده طول ما احنا ماشي. وانا بشوف انه الحل الوحيد دايما للحاجات دي هو ان يكون هناك عقوبات صارمه قاطعه فاصله ما فيهاش كلام. يعني ما ينفعش نتجادل فيها. ما فيش بني ادم يا جماعه. انا بس اللي هيجنني انه لا ديننا بيقول كده يا اخي، ولا كل الاديان السماويه يا اخي بتقول كده. ما فيش دين في الدنيا بيقول ان احنا نعتدي على حرمات بيوتنا كده واعراضنا بالشكل ده. كوره ايه يا جماعه؟ الكوره مش كده خالص. الكوره مش، والشباب الصغير اللي فاهم ان الكوره كده في الكوره مش كده خالص. فاتمنى ان اللي حصل ده ما يتكررش تاني، لانه بامانه الله يعني
قرفنا يعني، خلاص قرفنا بقى، جبنا اخرنا، كلنا جبنا اخرنا، عايزين بقى نمشي كويس. طيب ده الموضوع الاول. الموضوع الثاني،